ينضم إلينا أحمد عبد الرحمن، ناشط وإعلامي من مدينة حلب عبر السكايب. أحمد، صباح الحرية. صباح الحرية أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد، يبدو بأن الجيش السوري الحر بعد توحده أصبح أكثر قوة وإزعاجا لعصابات بشار الأسد. نعم أخي، في البداية عدد شهداء حلب وريفها البارحة وصل إلى 31 شهيدا قضوا بالقصف على حلب وريفها وبقناصات جنود الأسد. أما المناطق التي تعرضت للقصف بالطيران الحربي والمدفعيات داخل مدينة حلب فهي الشعار والحيدرية ومساكن هنانة وباب الحديد وباب النصر والميدان والعرقوب والزبدية وبعيدين وسليمان الحلبي والفردوس والسكري وسيف الدولة والمرجع والليرامون والشيخ خضر وطريق الباب وبستان الباشا والميسر، وآخرها منذ قليل حيث قامت الطائرة بقصف مدرسة سعد الله الجابري ومقبرة بحي قاضي عسكر. أما بالنسبة للاشتباكات التي دارت داخل مدينة حلب والتي كما ذكرت أنت بعد إزعاج أبطال الجيش الحر لعصابات الأسد بتوحدهم في ريف حلب الغربي وأيضا بتوحدهم داخل مدينة حلب، فقد دارت هناك العديد من الاشتباكات في حي العرقوب حيث دمر أبطال الجيش الحر دبابة تابعة للنظام، بالإضافة لخسائر كبيرة في صفوف عصابات الأسد. في حين دارت اشتباكات عنيفة أيضا في محيط مطار حلب الدولي، بالإضافة لاشتباكات يومية تقريبا في حيي الإذاعة والحمدانية، واشتباكات أيضا فجر هذا اليوم في حي الجميلية الذي يبعد أمتار قليلة عن ساحة سعد الله الجابري التي تعتبر وسط حلب. أما المظاهرات السلمية التي خرجت في حلب وريفها فقد خرجت مظاهرات رغم القصف في الأشرفية وبني زيد وبشارع النيل والنيرب ومنبج، طالب فيها المتظاهرون بدعم الجيش السوري الحر وبالحظر الجوي. أما بالنسبة للوضع بريف حلب فقد تعرضت الأتارب ودارة عزة وخان العسل وكفر كرمين وكفر حلب وقبطان الجبل بريف حلب الغربي للقصف العنيف بطائرات النظام الحربية ومدفعياته الثقيلة، كما تعرضت تل رفعت وماير ومارع بريف حلب الشمالي للقصف العنيف حيث سقط 5 شهداء في مارع لوحدها نتيجة القصف على أحد المخابز. وفي ريف حلب الشرقي تعرضت مدن دير حافر والباب والسفيرة للقصف العنيف بالطيران الحربي. أما الوضع الإنساني في حلب وريفها فهو سيء جدا، فهناك نقص شديد بكل مقومات الحياة، ابتداء من مياه الشرب المنقطعة عن معظم أحياء حلب منذ 4 أيام إلى الأدوية والأغذية وأغذية الأطفال خاصة والوقود والمشافي وخاصة المشافي الميدانية التي تقصف باستمرار، والخبز الذي أصبح نادرا جدا في حلب وريفها بعد أن قامت طائرات الأسد بقصف العديد من مخابز حلب وريفها، ابتداء من مخبز الأتارب بريف حلب الغربي إلى مخبز مارع بريف حلب الشمالي ومخبز مدينة الباب بريف حلب الشرقي. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن، الناشط الإعلامي والميداني من مدينة حلب وريفها. نشكر لك الإخبار ونتمنى لك السلامة. إذن أعزائي المشاهدين،